نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. رحل نهائيا عن الأسود انتقاما من مهزلة وكابوس بلا رحمة، ثم عاد بمعجزة. قصة أخوماش الأسطورية. أخوماش، أو كما عرفه جلكم مؤخرا، هو الشاب الذي يوزع قنينات المياه الباردة على الجماهير في الأولمبياد. معدن نفيس ولاعب متميز خطف قلوب المغاربة مؤخرا. لكن لا يخفى عنكم أن هذا الرجل كان قد عاش الويلات مع أسود الأطلس، وكان قد تخلى عنهم بعدما عاش كابوسا عانى فيه بمفرده. لم يكن إلياس ينوي يوما تمثيل المنتخب الإسباني أبدا، إلى أن جاءت الصدمة التي تركت بداخله جرحا عميقا انقلب على إثره 180 درجة، خاصة وأنه كان حينها لا يزال صغيرا، ولم يكن بعدها يظن أكثر المتفائلين أنه من الممكن أن يعود يوما لحمل القميص الأحمر والأخضر من جديد. فما عاشه اللاعب كان أليما حقا، ومرت سنوات عديدة وهو مقتنع تماما أنه لا مجال لفتح باب الماضي، لكن معجزة حصلت وتركته يحن إلى وطنه الأم، لنراه اليوم يتوهج ويبلغ مع حكيمي والنجوم الآخرين نصف نهائي الألعاب الأولمبية. فما الذي حصل بالضبط مع جناح فياريال الحالي وبرشلونة سابقا؟ وما نقطة التحول التي جعلته يلوح من جديد بالعالم المغربي؟ أنا مغربي ولست إسباني، المشاعر تنتصر رغم الضغوطات. هكذا كان إعلان سانتيدينيا مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما خبرا سيئا لمشجعيه، حيث كشف أن إلياس أخوماش جناح فياريال الحالي قرر رسميا تمثيل المغرب، ورفض الاستمرار مع إسبانيا في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد. فإنه في الجهة الأخرى كان الركراكي والقائمون على شؤون المنتخب المغربي الأولمبي بالخصوص أسعد الأشخاص بهذا الخبر، وقد انضم فورا عقب قراره هذا للمشاركة في الوديات المبرمجة حينها استعدادا لأولمبياد باريس، فاتحا بذلك صفحة جديدة بعد سنوات مثل فيها لاروخا مع فئات 16 و17 و19 و21 عاما كلها. وكانت الشرارة الأولى حوار أجراه قبل أيام مع شبكة ريليفو، حيث قال: أشعر أني مغربي، نشأت في عائلة عربية وثقافة وبيئة مغربية، مشاعري تقودني لمنتخب المغرب. حين يكون اللاعب صغير السن يتعرض للضغوط، ولكن قرار تمثيل الوطن يأتي من الداخل ولا يمكن تغييره. بذلك سلك أخوماش طريقا مغايرا لزميله السابق في برشلونة لامين يامال الذي اختار إسبانيا، ولكن قرار إلياس بتمثيل المغرب هو عودة وليس بداية، فقد لعب نجم فياريال مع أسود الأطلس في فريق تحت 15 عاما، ومثله في بطولة شمال إفريقيا لفئته العمرية التي أقيمت في تونس، والتي توج بها المغرب، وحصل خلالها أخوماش على جائزة أحسن لاعب فيها. ولكن مأساة إدارية تركت ذكرى سيئة للغاية في ذهنه، وتطلب الأمر سنوات عديدة لمحوها. فحين كان من المفروض أن يعود من مطار قرطاج إلى إسبانيا، واجه مشكلة في السفر، وظل عالقا وحده دون أي مساعدة من الطاقم الإداري، حتى تدخل أبويه لاصطحابه وإعادته إلى إسبانيا مرة أخرى. منذ تلك اللحظة قرر أخوماش تمثيل إسبانيا وعدم العودة مجددا إلى المغرب، واعتبر سوء المعاملة في تلك الواقعة خطا فاصلا في علاقته مع المنتخبات الوطنية. حاول الاتحاد المغربي لكرة القدم عدة مرات أن يقنع أخوماش بالعودة مرة أخرى، ولكن اللاعب ظل رافضا وبشدة، ولم يستجب لمحاولات كشاف المغرب المعتمد في إسبانيا أبدا، إلا أن الثورة التقنية والعاطفية التي قامت بها الجامعة الملكية والركراكي يبدو أنها لمعت صورة الوطن وأرجعت في قلبه الحنين له، بل وطبع من جديد حب بلد أصوله وجذوره في قلبه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.